بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل حاجه حلوه قوي كلنا بنحبها. هنعمل مع بعض البسبوسه. مش هقولك بقى بطريقه الحلواني وبطريقه شيف كذا، كلهم طبعا حلوين قوي، بس انا هعملها بطريقتي. الطريقه دي بتاعتي انا، ما بغيرهاش خالص. يعني بقى لي فتره كبيره قوي. دي الطريقه اللي انا لما بحب اكل بسبوسه هي دي اللي انا بعملها. وبجد والله مش بشتريها من بره خالص، لان انا بجد يعني متاكده ان انا بعملها حلوه قوي. عايزاكم بس تجربوها، ان شاء الله هتعجبكم قوي قوي. طريقه بسيطه خالص، ما فيهاش تغيير عن البسبوسه اللي كلنا بنعرف نعملها. بس لما بتعمليها في البيت كده بتبقى حلوه قوي. لونها بقى حلو قوي، التسويه بتاعتها مظبوطه. هو المفروض يعني ان انت تسقيها بالشربات كده وبتسيبيها بقى تاني يوم، او تسيبيها يعني كام ساعه، كتير شويه. بس انا ما عنديش الكلام ده بصراحه. هي اول ما بتطلع من الفرن يا دوب بتشرب الشربات كده، وبتدي على طول بقى اقطعها وناكل منها على طول يعني. لان ريحتها بتبقى حلوه قوي قوي في الفرن، بتبقي عايزه تاكلي بقى الحاجه الحلوه دي. بتبقى مرمله بقى كده و... وكمان الحرف بتاعها بقى بيبقى مقرمش. بجد حلوه، لازم تجربوها بالطريقه اللي انا بعمل بيها البسبوسه. ان شاء الله هتعجبكم قوي. بصوا شكلها يعني، مش عايزه اوصف لك بقى طعمها حلو قد ايه. طبعا بتبقى حلوه قوي مع القشطه، بقى حاجه وهم يعني، هي دايبه. وزي ما قلت لك مسكره، السكر بتاعها مش يعني اللي هو حاجه حلوه قوي دي، اللي انت تاكلي منها حته كده او حاجه وتزهقي. لا، السكر بتاعها حلو قوي. هتشوفوا دلوقتي مكوناتها معايا جوه الفيديو ان شاء الله. هتقوموا على طول تعملوها، لان هي ما فيهاش اي حاجه غريبه يعني. يلا بينا بقى نسمي بسم الله، وندخل جوه الفيديو ونشوف هنحتاج ايه. اول حاجه هنجهزها الشربات بتاع البسبوسه. هحط المج الكبير ده بتاع الشاي، هحط مج ونص من السكر. تمام. وهحط عليهم بنفس الكوبايه طبعا 2.5 ميه. مجين ونص ميه، انا حطيت 2 ولسه هحط نص مج. حطيت عليهم كيس من الفانيليا، وده النص مج كمان. وبعد كده هرفعهم على النار يغلوا شويه، بعد كده بقى انزل عليهم بعصير نص ليمونه. البسبوسه بقى عندي نص كيلو دقيق سميد، هنزل عليه بكيس فانيليا، وحوالي نص مج كده جوز هند، ونص مج سكر. تمام كده. وبعدين هحط يعني معلقه شاي كده مليانه بيكنج باودر. وهنقلب بقى المكونات الجافه دي طبعا كده مع بعض كويس قوي. بصوا المكونات سهله خالص خالص، على طول هتجربيها هتعجبك قوي. عليهم بقى بنص مج كده من السمنه، ده مج الا ربع بس انا خدت نص بالظبط. ومعايا هنا حوالي كوبايه لكوبايه ونص لبن، على حسب بقى ما هتاخد معانا. هم دول كوبايه ونص يعني، انا خدت حوالي كده ربع مج او نص مج كده من اللبن. واحده واحده كده. هنعمل ايه بقى؟ هنبس البسبوسه بتاعتنا بس بالراحه خالص. اوعي بقى تعجني خالص هنا في الفتره دي. بنعمل ايه؟ بنلمها بطراطيف صوابعنا كده من تحت لفوق، بحيث ان احنا نشربها السوائل اللي احنا حطيناها كده زي ما انتم شايفين معايا. هناخد قد ايه بالظبط؟ انا هاخد حوالي مج ونص لبن، عشان ما تزوديش فتنشف منك او تقللي وبرده تبقى ناشفه منك. اللبن بتاعنا هنا كان مغلي بقى قبلها بيوم، فعامل قشطه، فانا مش هسيبها طبعا. ولو عندك قشطه على فكره تقدري تحطي معلقه او معلقتين كده معاهم. عندك زبادي برضو عايزه تحطي، ممكن تحطي برضو زبادي عادي خالص. بس جربي الطريقه السهله دي وهتعجبك قوي ان شاء الله. بصوا احنا بنعمل ايه؟ احنا بنبس كده زي ما انتم شايفين من تحت لفوق عشان ما نعجنش خالص. بص انا هنا بعد ما كانت طريه حطيت معلقتين كمان برضو من اللبن كده. يبقى نص كيلو هياخد معاكي يعني حوالي مج او مج ونص، مش اكتر من كده. هنجيب بقى الصينيه بتاعه البسبوسه اللي عندنا كلنا اكيد يعني، او لو ما عندناش عادي اي صينيه. هندهنها بحوالي معلقتين كبار من السمنه. وهننزل بقى بالبسبوسه بتاعتنا. بصوا هي مش سايله ومش جامده، يعني العجينه بتاعه البسبوسه بتاعتنا مش سايله خالص ومش جامده خالص برضو. هتتفرد معاكي كده بكل سهوله. عايزه تفرديها بايدك تفرديها بقى المعلقه السيليكون زي ما تحبي خالص. بس انا عن نفسي بحب افردها بايدي كده عشان ابقى عارفه اعملها كلها سوا واحد. ما نخليش بقى اي طرف هنا. بصي الطرف كده بتحاولي ان انت تنزليه بايدك عشان ما يبقى لهاش طرف كده عالي وتبقى مش حلوه. في الفتره دي بقى لو حابه ان انت تزينيها هتحطي بقى سوداني، حطي بندق، لوز اللي عندك، زوقي بيه او زيني بيه الصينيه بتاعتك هتبقى حلوه قوي. انا بقى هنا بسيبها شويه عبال ما اولع الفرن، ما بولعش الفرن قبليها. بسيبها شويه عبال ما الفرن يسخن، تكون هي ايه يعني هدت شويه كده بعد ما عجناها كده.
وهحط على الوش كمان برضو معلقتين ولا حاجه سمنه، هيدوها لون حلو اكيد. طبعا لو عندك سمنه بلدي هيبقى الموضوع حاجه تانية خالص يعني. تمام زي ما قلت لك، عبال ما نولع الفرن ويسخن، بس المهم تخبطيها الخبطتين دولت، دخليها بقى الفرن، هتطلع معاكي زي ما انتوا شايفين لونها عامل ازاي. بصوا بقى انا قربت لكم هنا، هي لونها احلى من كده طبعا، بس بصوا التشققات دي معنى كده ان البسبوسه بتاعتك ناجحه جدا يعني. وكمان هقولك على حاجه كمان، ان البسبوسه بتاعتك ناجحه ان انت اول ما تحطي عليها الشربات كده تشربه منك وتبقى عايزه تاني. اتاكدي بقى من كده ان البسبوسه بتاعتك هتبقى حلوه ان شاء الله. قبل ما نطفي على الشربات بتاعنا نحط بقى عصير نص ليمونه ونسيبه يغلي كمان غلوتين 3. الشربات ده ما بيبقاش تقيل، بيبقى الشربات وسط شويه كده. هنعمل ايه بقى بعد ما صبينا الشربات؟ كمان بيبقى دافي والبسبوسه بتبقى لسه طالعه من الفرن. بعد ما صبينا عليها الشربات بتاعها هنغطيها ونسيبها لحد يعني نص ساعه. هو المفروض زي ما قلت لك اكتر خالص يعني، بس يعني مفيش مشاكل لو مستعجله زي حالاتي، يبقى نص ساعه كده وابتدي ان انت قطعيها وهتاكلي احلى بسبوسه ان شاء الله. لونها حلو قوي والله، يمكن الكاميرا مش جايبه اللون حلو، وهيبان في اخر الفيديو خالص اللون الحقيقه بتاعها هيبان. وكده برضو اللون يعني، هو اللون كمان كده برضو مش وحش، اللون كده برضو حلو. سويتها ازاي بقى؟ انا حطيتها في نص الفرن على درجه حراره عاليه، وكل شويه كده بتقلبيها هي تاخد معاكي لون من فوق ومن تحت، هتبقى حلوه قوي. طبعا مع القشطه زي ما قلت لك في اول الفيديو، او مع المكسرات، او المكسرات والقشطه اللي موجوده عندك. هي دي مش قشطه طبعا، ده وش لبن، ف حلو قوي بيدي نتيجه القشطه هي يعني. والله العظيم بجد هتعجبكم قوي طعمها وريحتها، وكمان كل ما تقعد البسبوسه دي لو سبتيها كمان لتاني يوم هتبقى احلى واحلى كمان. بس انا عن نفسي يعني بحب اكلها سخنه، فما استنيتش عليها. طريقه سهله كده وبسيطه، وان شاء الله هتعتمديها عندك ومش هتبطلي تعمليها بطريقتي ان شاء الله يعني. اتمنى بقى الفيديو بتاعنا النهارده يكون عجبكم، ولو عجبكم يا ريت ما تنسونيش في اللايك. واتمنى كمان ان هو اللي ما اشتركش عندي في القناه يا ريت يشترك ويفعل الجرس على الكل عشان يوصله كل جديد احنا بنعمله. وجربوا البسبوسه القمر دي، بصوا مش هتبطلوا بقى يعني. بصي هي الموضوع مش هيبقى حته واحده بس، لا الموضوع حلو يعني. وزي ما قلت لك السكر بتاعها مش مسكره قوي، احنا شغالين بكوبايتين بس سكر، فالموضوع يعني مش مسكره قوي يعني، حتى حته واحده مش مشكله. شايفين شكلها حلو ازاي ولونها والتسويه بتاعتها طبعا مظبوطه. وزي ما قلت لك الموضوع يعني كله في نص ساعه، ما عادتش كتير. بصوا بقى ده اللون اللي بقول لكم عليه بتاع البسبوسه، حلو قوي قوي. يلا جربوها بقى، ولو عجبتكم ما تنسونيش في دعوه حلوه، ان شاء الله هتعجبكم يعني انا متاكده. وشكرا ليكم.